لعيبه الكوره الفتره الجايه هتتمرن تدريباتها وهتلعب مبارياتها وهتختبر اختباراتها في النوادي في عز الشمس الفتره الجايه. طيب هتعمل ايه عشان ما تتعبش وانت بتتمرن او انت بتلعب المباراه او انت بتختبر؟ هقول لك على مشروب رياضي هيخليك زي الحصان. المشروب الرياضي اللي انا هقول لك عليه ده صح مليون المية، افضل 100 مره من مشاريب الطاقه. مشاريب الطاقه بتودي في داهيه، انا مش هتكلم في الموضوع ده تاني. طيب ايه هو مشروب الرياضي اللي انت بتقول عليه يا كابتن؟ مشروب الرياضي هو 3 انواع. النوع الاول اسمه هايبرتونيك، النوع الثاني اسمه هايبوتونيك، النوع الثالث اسمه ايزوتونيك. وانا هتكلم هنا عن مشروب الايزوتونيك لان كل مشروب بيتكلم على فئه عمريه ومنافساتها، لكن الايزوتونيك ده اللي انا هقوله ده علشان شامل للاولاد الصغيرين كلهم. ايه بقى مكوناته؟ هو ان انت تجيب لتر ميه وتحط فيه 4 ليمونات او 4 برتقانات اللي موجود، وبعد كده تحط صباع موز ونص معلقه ملح وكله في الخلاط ورجعه تاني الازازه وتخليها معاك في شنطتك قبل التمرين. اثناء التمرين بعد التمرين تكون الازازه خلصت، هيخليك زي الحصان. طب يا كابتن ليه حطيت الملح؟ لان ببساطه انت لما بتعرق بتخرج الاملاح بره جسمك، ولما جسمك ما يبقاش فيه املاح ايه اللي بيحصل؟ اللاعب لا قدر الله ضغطه بيوطى، بيجي له هبوط. ولكن انت لما بتشرب اثناء التمرين انت بتعوض الاملاح اللي خارجه بره جسمك، فبالتالي بيحصل توازن، بيفضل جسمك بصحته زي ما هو. هو ده مشروب الايزوتونيك اللي المفروض كل لاعب يحضره الفتره الجايه.